فوالله وبالفقر والجوع أهون علينا أن يتحكم فينا عدو لنا. فوالله الذي لا إله إلا هو ستعيش مصر حرة أبية أبد الدهر، وشعبها حرا قويا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، كانت مصر على مر العصور مقبرة للغزاة، وعاشت حروب متعاقبة عاش فيها الشعب المصري أزمات اقتصادية، وعانى من الفقر والجوع، واستطاع الشعب المصري النهوض والثورة على الملكية والاحتلال لرفض الشعب المصري المذلة والمهانة. ثائرا لكرامته تحمل الفقر والجوع ليحرر أرضه من دنس الأعداء، حتى عادت له كرامته مع عودة آخر شبر في أرضها إلى حضن الوطن. وعاش المصري مرفوعا للرأس، وبدأ في العمل والإنتاج والزراعة، وتحمل الصعاب كي يبني وطنه ويعيش حرا على أرضه. وأدرك العدو وقتها أن الحرب ليست بالسلاح والمواجهة المباشرة، لأن جيش مصر هم خير أجناد الأرض، لأن جيش مصر هم خير أجناد الأرض. فقرر العدو أن يغير من أسلوب الحرب، فاستغل التكنولوجيا للوصول إلى كل بيت لينشر ثقافته الملوثة، حتى استطاع أن يفكك الترابط الأسري، وأن يفسد الذوق العام، ويهدم الثوابت الدينية، ويشكك في العقائد، وساعد على نشر الفجور والانحلال الأخلاقي. واستغل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم والاحتياج إلى الأموال حتى يستقطب الشباب لنشر الانحلال وهدم العقائد الدينية دون أن يشعروا، مقابل حفنة من الأموال القذرة، حتى يقتلوا بداخلهم الارتباط بالعادات والتقاليد والتقيد بالدين، فغيبوا وعيهم حتى أفقدوهم أهم شيء في حياتهم، فقدوا حب الوطن والانتماء له، فاستهانوا به واستهانوا بقادته ورموزه الدينية، وأفهموهم أن الحرية هي حرية الرأي والتعبير والاعتراض، حتى وإن كانت حريته ضد أرضه ووطنه، منتقدون النمو والتطور في البلاد لاعتراضهم على قادته، جاهلين أنهم يعترضون على الخير لبلدهم. فمن منا يكره الأمن والأمان؟ فقد عاش الشعب المصري في فبراير 2011 انفلاتا أمنيا أثار الرعب في قلوبنا جميعا. فإذا قامت القيادة بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة لمواجهة أي خطر يواجه أرض الكنانة، فتجد من يعترض ويعتبره إهدارا للمال العام، لأن الغرب زرع فيهم مفهوم خاطئ للحرية، لأن الغرب يريدونك جيش بلا سلاح حتى تصبح فريسة سهلة. فهيا بنا يا شعب مصر العظيم، يا خير أجناد الأرض، نوحد صفوفنا، نقف على قلب رجل واحد ضد الأفكار المسمومة التي أنستنا جميعا حب الوطن والدفاع عن أراضيه. فبالعمل والإنتاج تحيا الأمم، فحي على العمل، وحي على الإنتاج، وحي على الدفاع عن أرض الوطن ضد أي معتد خارجي. نوحد صفوفنا ونتحد، فإن في الاتحاد قوة. حكومة وجيش وشرطة وشعب، نقف خلف قائدنا للحفاظ على بلدنا الحبيب. فوالله وبالفقر والجوع أهون علينا أن يتحكم فينا عدو لنا. فوالله الذي لا إله إلا هو ستعيش مصر حرة أبية أبد الدهر، وشعبها حرا قويا بإذن الله. وسندافع عنها وعن أرضها ما حيينا، ونفديها بأرواحنا بما أوتينا من قوة.
يا شعب مصر العظيم، حافظوا على وطنكم وكونوا على قلب رجل واحد كي نرهب عدو الله وعدوكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملنا السلاح حماة الوطن وعشنا الكفاح بصبرا جميلا، وكنا الصباح في ليل المحن، وكنا البراح وظلا ظليلا، نجاهد نشيد ونحن لها رجالا بواسل وشعبا أصيلا، ونكتب تاريخا جديدا لها لنبقى كراما.